كبة مقلية من غير ماكينة، سهلة كتير وكتير ناجحة وكتير زاكية. 2 كوب ونص من البرغل الناعم نقعتهم ب2 كوب من المي الساخنة، تركتها على جنب ساعتين لحتى تفتح حبة البرغل. بهذا الوقت حضرت الحشوة: قطعة من لية الخروف، زيت نباتي، بصل مفروم ناعم، لحمة مفرومة، بهار مشكل، فلفل أسود وملح، مو أكتر من هيك، وقلبتهم لحتى استوت اللحمة. وهذه أحلى حشوة كبة. وهلأ البرغل عندي جاهز، دعكته برشة مي مثل ما عم تشوفوا، وضفت عليه حبتين بطاطا مسلوقين. البهارات وكل شي رح تلاقوه مكتوب بالتفصيل بالكابشن. معلقتين كبار نشا. وهاد شكل العجينة بعد ما دعكتها ل5 دقايق تقريبا. شكلت الكبة مثل ما عم تشوفوا وعبيتها بالحشوة، قفلتها كتير منيح بزيت ساخن على نار متوسطة. قليتها وحمرتها من كل الجهات. قدموها بالشكل اللي بتحبوه مع رشة دبس رمان، كتير زاكية وكتير سهلة. جربوها وقولولي رأيكم، وصحتين.